بيشرفنا مرضى كتير ويسألوا عن ايه مشاكل التبييض، واشهرها اللي هو حساسية الأسنان بعد عملية تبييض. وهل دي بتستمر ولا بتختفي؟ بعد ما بنعمل عملية التبييض في مجمله ان هو بيسبب حساسية الأسنان لكل المرضى او اغلبهم، تختلف درجة الحساسية من مريض للتاني، وده بيبقى بسببها ان احنا في اثناء عملية التبييض بيتم تفتيح مسام السن، فبالتالي بيخش المادة وتعمل لنا حساسية للأسنان. طب نقدر نعالج ده ازاي؟ بطريقة سهلة جدا، ان احنا بنستخدم فيتامين اي بعد عملية التبييض، او في بعض الكريمات اللي بتيجي مع كيت التبييض في عيادات الأسنان بنقدر نستخدمها، بس الكلام ده بيبقى خلال اول 24 ساعة بس او 48 ساعة، بعد كده هي بترجع لوحدها وما بيبقاش في اي مشاكل. في بعض الحاجات الحديثه زي موجوده عندنا في العياده وهو جهاز الليزر. جهاز الليزر التبييض من خلاله بيبقى تقريبا ما فيش حساسيه نهائيا، وبيقدر المريض اول ما يخلص الجلسه بيقدر يتحرك وما بيبقاش في اي مشاكل. استنونا في موضوعات طبيه جديده مع كلينيدو.